نصايح للماميز المشغولات اللي مش فاضيين يعني من الآخر مشغولات مش فاضيين. أوكي، 5 دقايق روتين ال5 دقايق. بصي يا ست الكل، جمعتلك روتين 5 دقايق بس في اليوم، وهبعته لك برضو، يعني ممكن اكتبه في البوست اللي هو نزلته على فيسبوك، هتلاقيه مكتوب فوق بحيث انك تقدري تنسخيه وتخليه عندك، او لو بنتفرج على يوتيوب هتلاقيه حطاه في الوصف. تمام. الدقيقه الاولى التحيه وروتين اليوم. تمام. اول حاجه بتقولي له ايه؟ جود مورنينج. جود مورنينج، وعلميه يعني الروتين ده بتعملوه كل يوم، انا عشان كده بقول عليه روتين، الكلام ده بيتعمل كل يوم لحد ما يحفظه، ونبتدي بقى ايه نزود عليه ونغير فيه. اول حاجه جود مورنينج، وتعلميه يرد عليك يقول لك جود مورنينج. الحاجه التانية how are you today. انا حتى دايما بعمل كده في كل السيشنز بتاعتي، دايما بحفظ الطلبه الروتين ده، بنعمله كل السيشنز مع كل الليفلز. good morning guys، لو احنا مثلا الوقت العصر يبقى good afternoon، good evening، وبعدين بقى how are you today. وطبعا بنتعلم ازاي نرد عليهم. مثلا لو احنا لسه صبح ممكن نقول له did you sleep well. دي ممكن لما تشوفيه الصبح تقولي له كده did you sleep well. did you sleep well. okay let's start our English time. ده كده الدقيقة الأولى، يعني الكلام ده ممكن حتى تعمليه في أقل من كده. إجابات كل دول ممكن لو هو لسه صغير تخليه يرد عليك يقولك yes good no، يعني الردود البسيطة لو هو لسه صغير ومش عايزة الموضوع يكون صعب يعني. نيجي بقى للدقيقة التانية. أول حاجة هتلاقي عندنا هنا زي ما قلت هكتب لكم ده كله وإيه تقدروا تاخدوه كوبي يعني. الدقيقة التانية جملة في اليوم، يعني هي جملة النهاردة ايه؟ مثلا انا عايزة اعلمه I'm happy. I'm happy، تحطيها له في موقف ايا كان بقى اللي ينفع يمشي معاه. يعني انا مش عايزة اقول حاجة معينة علشان تفتكري ان هي دي بس وما فيش حاجة تانية تنفع. ممكن تقولي له اي حاجة حصلت فتقولي I'm happy، حتى لو تقولي له بالعربي وتحفظي كلمة I'm happy لو لسه بيبدأ. مثلا حصل كذا كذا so I'm happy، وهكذا. ممكن تطلبي منه هو يقولك حاجة فيقولك لما ده يحصل مثلا ببقى I'm happy، فانت بتختاري جملة النهاردة ودي اللي هتقوليها ايه في الدقيقة التانية وتخليه يقلدك. التالتة بقى دي بتكون لعبة او سؤال بسيط، يعني مش حاجة صعبة. يعني دايما في البدايات ابدأي بحاجات بسيطة. مثلا where is the red toy. انا بحب قوي في الموضوع ده ان انا اخليه زي treasure hunt، يعني مثلا انا ببقى مخبيه الحاجه واقول له يدور عليها. لو احنا مثلا اونلاين زي ما احنا بنعمل بطلب منه مثلا يجيب لي حاجه لونها احمر، حاجه لونها مربع، حاجه لونها اسود،